أطهر الطاهر، أطهر الطاهر، الرجل الذي لم يلعب في السودان سوى لنادي الهلال. وهنا محاولة رأسية، الله! وليد الشعلة، وليد الشعلة يشعل المباراة مبكرا في الدقيقة 16 متابعينا. ألا ماجد خطف كورة، خطف كورة، وهذه هي كرات وليد الشعلة، واحد من أبناء منطقة الجزاء. شوف الكرة لعبت، خطف كرة من أمام اللاعب صابر عطرون، وضعها في شباك الحارس عبد الباسط عمر، وبالتالي الفرحة الأولى بيضاء لمصلحة الهلال بأمر اللاعب وليد الشعلة في الدقيقة 16 من بداية اللقاء. شوف المحاولة، شوف خطف الكرة، ذكاء اللاعب وليد الشعلة، وين من أمام اللاعب صابر عطرون. هدفا هلالي، يخلص على طول صلاح عادل، هجوم هلالي، وليد والحارس يبعد، وروفة من جديد، والدفاع أيضا يخلص، صمود للجبل لليبو مكابي، 1-2، الثالثة وين 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 جون مانو حاكم زمانه يسجل الهدف الثاني لمصلحة الهلال في هذا التوقيت، تحديدا في الدقيقة 29 متابعينا. الأماجد والجون مانو ونانكي، وبالتأكيد المحاولة الماضية، شوف الأولى مرت من وليد بعد تدخل عبد الباسط، والثانية كذلك من عبد الرؤوف وتدخل عبد الباسط، لكن هنا عادت المحاولة من جديد بعد أن أبعدت من جانب اللاعب ليليبو ماكابي الذي بدأ الهجمة. لعب كرة مباشرة لجون مانو، استلم مع تمويه، وضعها على اليمين بصورة ممتازة جون مانو، وينطلق فرحا بالهدف الثاني. إذا جون مانو يسجل الهدف الثاني. شعلة يتقدم لليبو مكابي، تمرير على الجهة اليمنى فيها انطلاقة من جانب أثر طائرة، تصويبة القوية، الله! أخيرا أطهر يسجل ويقول أنا موجود، ويدون الهدف الثالث للهلال بعد معاناة ومحاولات مع أطهر، ويحتفل بطريقته الخاصة مع فيكتور نانكي، وكذلك اللاعب لليبو مكابي في المحاولة الماضية. شوف الانطلاقة وشوف التقدم من جانب أطهر، هنا اتخذ القرار، صوب كرة صعبة 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 على حارس المرمى عبد الباسط عمر. وتتواصل أفراح الأهلة، تتواصل أفراح جماهير الهلال بالهدف الثالث لمصلحة الهلال. شوف أطهر استلم بصورة ممتازة، صوب كرة قوية، عاد للأسهان. أهداف أطهر في أول مواجهة أمام الهلال في الدوري الممتاز. يتقدم أحمد مارتن، تصويبه، يا مارتن يا مارتن يا مارتن، هدف في قمة الروعة يأتي في هذه اللحظات متابعينا الأماجد من جانب اللاعب أحمد مارتن، يسخر كل خبراته الماضية بكورة باغت بها حارس المرمى إسحاق آدم، وضعها في الزاوية في القائم الأول، مسجلا هدف تقليص الفارق لنادي حيدوب في هذه اللحظات. مباراة استمتعنا في زمل، والمحاولة الضائعة على الهلال في المحاولة الماضية. هنا ناكي عادت من جديد، تصويبه، فعلوها، سجلوها ودونوها. فريق الجبل يعود من بعيد عن طريق اللاعب أحمد عيسى، ويقلص الفارق بهدف ثاني لمصلحة نادي حيدوب. شوف الخطأ الكبير من جانب اللاعب فيكتور نانكي في عملية إبعاد الكرة، بالتالي وجدت أحمد عيسى متمركزا في